خصمك روح عندنا ومحدش قدنا، ولا تقولي العك ولا تقولي الفايف ستار. النهارده هقول لك كل اسرار بسكوت المحلات، تمام؟ وتمشي معايا بالخطوات والمقادير، وان شاء الله ان شاء الله النتيجه هتبهرك. يلا بينا بقى نشوف الطريقه والمقادير. ده بكيلو دقيق هنطلع كميه بسكوت جميله جميله جميله. ويلا بينا بقى نشوف المقادير اللي احنا هنحطها على كيلو الدقيق بتاعنا ده النهارده. اهم شيء كيلو الدقيق يا بنات هننخله، هيبقى منخول معايا كده. يلا بينا بقى نشوف المكونات اللي هنقدر بقى البسكوت بتاعي النهارده يا حبايب باسرار المطبخ مع جنى. طريقته جميله وبسيطه، وان شاء الله ان شاء الله نتيجته هتبهرك، كأنك جايباه من بره بالظبط. على نفس المقادير دي تشتغلي ان شاء الله ان شاء الله النتيجه هتبهرك خالص. نقول بقى مقاديرنا. معايا نص كيلو زبده زي ما انت شايفه كده. انا مستخدمه النهارده زبده فيرن. اللي متوفر عندك من الزبده اشتغلي بيه، بس البسكوت يا جماعه انا بحب اشتغل بيه بالزبده. معايا نص كيلو زبده زي ما انت شايفه. معايا 4 بيضات. البيض هنا يا بنات ما يكونش طالع من التلاجة. ليه؟ عشان ما ينشفش البسكوته بتاعتي معايا. تمام يا حبايب قلبي؟ معايا هنا بقى كوبايه الا ربع سكر بودره، كوبايه الا ربع سكر بودره. ومعايا هنا نص كوبايه لبن. معايا نص كوبايه لبن. مش متوفر بقى عندك حاجه اسمها زيت البرتقال، انا بقى مستبدلاها بربع كوبايه فانتا برتقال، ربع كوبايه فانتا برتقال. تمام. معايا هنا في مقاديري كمان معايا لون غذائي اصفر. هتشوفي اللون الغذائي الاصفر ده هيدي للبسكوته لون كده رائع، هيعجبك خالص. معايا هنا ريحه برتقال. معايا ريحه برتقال. معايا هنا فانيليا. تمام. هنستخدم ايه في بسكوتي تاني النهارده؟ معايا ذره ملح يا بنات. ذره الملح دي بتظبط البسكوته معايا خالص. تمام. معايا هنا معلقه بيكنج باودر كبيره، معلقه واحده يا بنات بيكنج باودر. ما تكتريش في البيكنج باودر ولا في السكر عشان البسكوته ما تطلعش معاكي ناشفه خالص. تمام يا حبايب قلبي؟ اخر حاجه معايا بقى النهارده في بسكوتي النهارده معايا معلقتين نشا كبار. ما تستغربيش ان احنا هنحط نشا خالص، ان النشا دوت اصلا بيدي نعومه جميله جميله للبسكوت خالص، بيدي نعومه. هتشوفيها برده وهتجربيه ان شاء الله هيعجبك. يلا بينا بقى نشتغل في مقادير البسكوت بتاعنا. خطوه النهارده هنعملها، ننزل بالزبده زي ما انت شايفه كده. تمام. عندك بقى مضرب، عندك بقى عايزه ما عندكيش مضرب، عايزه تشتغلي بايديكي، هتفضلي تنعمي تضربي في الايه، في الزبده مع ايه، مع السكر جامد. بس احسن حاجه طبعا يكون عندك مضرب يضرب اللي تعملي بيه البسكوت، بيطلع النتيجه تحفه تحفه تحفه. ما عندكيش هتحطي في وعاء زي كده وتفضلي بايديكي لحد لما ايه تخلي القوام كريمي معاكي. اول حاجه اهو يا بنات نزلت بيها الزبده. احط مع الزبده السكر بتاعي اهو، خطوه بخطوه اهو بالراحه. تمام يا حبايب قلبي؟ يبقى اول حاجه انا نزلت بيها هنا ايه، الزبده مع السكر. تمام. افضل بقى اضرب فيها كده الحايد، اشغل بقى عليها المضرب الحايد يا بنات لما تبقى معايا قوام كريمي. هضرب بقى الزبده مع السكر وارجع لكم تاني اهو يا حبايب قلبي. اهو يا بنات انا عايزاها تبقى قوام، بصي قوامها كريمي كده. شايفين جمال والحلاوه اهو. امشي معايا بمقادير كيلو الدقيق دي هيطلع معاكي احلى بسكوت. انزل بعد كده بالبيض بتاعي، انزل بيه مره واحده ما تقلقيش خالص. ماشي يا حبايب قلبي؟ بعد كده انزل معاه بريحه البرتقال. تمام. انزل مع البيض بالفانيليا بتاعتي اهو يا حبايبي. احط بصي ما تكتريش في اللون الغذائي، هنزل ادي نقطه بنقطتين او 3 نقط كده لون غذائي. تمام. واضرب برضو الكلام ده كله ببعضه تاني، وبعد ما اضربه هرجع لكم تاني حبايب قلبي. زي ما انت شايفه كده بصي القوام والجمال اهو بقى كريمي. تفضلي ايه تضربي. انا عايزه ايه او زي ما انت شايفه كده اهو، عايزاه يبقى ايه القوام الكريمي ده خالص زي ما انت شايفه كده. هنزل انا هنا بقى الخطوه اللي بعد كده بنص كوبايه اللبن، معاها نص كوب اهو، ربع ايه كوب الفانتا، ربع كوب الفانتا بتاعتي. تمام. وهنزل برضو بيه كده تاني هضربه ونكمل احلى بسكوت النهارده. متخافيش من اي حاجه، قومي جربي زي كده اهو. خدي خطواتي دي وجربي بكيلو دقيق هيطلع معاكي احلى بسكوت هتاكليه ان شاء الله في العيد اهو. هضربه بقى عشان صوت المضرب وارجع لكم تاني حبايب قلبي. انا عايزه الضرب. بصي القوام بتاعي، بصي جماله
عايزاه يطلع معاكي كريمي كده. كل ما القوام، كل ما تضربي اكتر، كل ما العجينه تمام هتطلع معاكي ناعمه وجميل واحلى بسكوته تاكليه. اهو انا عايزه القوام يبقى كريمي كده. تضربي على قد ما تقدري تضربي، ماشي يا حبايب قلبي، على قد ما تقدري. تمام. تجيبي بقى الدقيق بتاعي كده اهو، تروحي منزله عليه معلقتين النشا، ماشي يا حبايبي، وتنزلوا البيكنج باودر عليه. طريقه سهله وبسيطه اهو. نزل عليه ذره الملح بتاعنا، تقومي كده وتشطري، ما تخافيش من حاجه، ان شاء الله ان شاء الله يطلع معاكي احلى بسكوت اهو. وتقلبي كده. الدقيق يا بنات يبقى منخول عشان العجينه تطلع معايا طريه وهشه وحلوه. لازم اهو تنخلي الكيلو دقيق اللي هتشتغلي بيه. طبعا هنا انا جايبالك مقادير الكيلو دقيق يا حبايبي، انت بقى ممكن تضاعفي الكميه وتشتغلي بيها عادي خالص، ضعفي واشتغلي. تمام اهو. المهم اللي انت قمتي وعملتي اهو. قلبنا البيكنج باودر بالنشا في كيلو الدقيق بتاعي كده. تمام. ما عندكيش، عندك كميه دقيق وعايزه تعرفي كيلو الدقيق قد ايه بالظبط، يعني 8 كوبايات كيلو الدقيق. تمام. انزل بقى اهو اهو يا حبايبي، انزل بسميتي بقى يا سيدي. مش شايفين بقى ريحه البرتقال؟ ريحه البرتقال بقى مع الفانتا مع الفانيليا عامله ريحه بسم الله ما شاء الله ان شاء الله. الطريقه دي مش هتقدري تعملي بسكوت في بيتك تاني لاولادك. اهو اهو يا حبايبي، بالراحه بقى كده وتلمي اهو، بالراحه وتلمي اهو. طبعا دي مش هتنفع، نستخدم بقى اهو، هنستخدم ايدينا. الم العجينه انا بايديا يا بنات. بصوا الجمال والطعامه ولا الريحه بقى. قومي كده وتشطري واعملي. بصوا الجمال والحلاوه. بصي يا بنات، انا بقى عايزه العجينه تبقى كده معايا، تفضلي تلفي فيها. بصوا تبقى بالجمال والحلاوه دي. مش عايزاها تمسك في ايديا. بصي ما تقلقيش من حاجه خالص، مسكت في ايديكي سن الدقيق ولفي بيها. انا عايزه العجينه تطلع كده معاكي بالشكل الجميل اللي انت شايفاه ده. بصوا حبه اللون عمل في لونها ايه. هيبقى ان شاء الله ان شاء الله شبه البسكوت باذن الله كده، هو اللي انت بتجيبيه من بره. اهو يا بنات تاني، انا ما اقلقش، العجينه ما مسكتش في ايديا، لفتها ولسه مش مسكت في ايديا. سن الدقيق صغيره ولفيها. انا عايزه العجينه ما تمسكش في ايدي كده، عايزه العجينه معايا تبقى بالشكل ده كده. تمام اهو. دي بقى جهزت، اللي هي ده بسكوت المكنه. دي بقى كده جهزت اللي هي ايه. يلا بينا بقى حبايب قلبي بقى، تحطي كده في الارض كده، مش هنفضل واقفين. تلم بقى اولادك كده يفرحوا معاكي فرحه ايه، خبيث كده اهو. وبالمكنه وتحطي في الصاج بتاعك بالشكل ده. بص الجمال والطعامه. لمي بقى اولادك كده فرحيهم اهو. بسكوت العيد يا احنا يا بسكويت. بصوا اهو. تلمي بقى العيال تفرحيهم يا بنات. في ملحوظه هنا هقول لكم عليها، لما تيجي تقطعي البسكوت في الصاج ما تحطوش سمنه، بقى الصاج بتاع البسكوت ما يدهنش سمنه. تمام يا حبايب قلبي. لفي يا جنى اهو. تلمي بقى اولادك يفرحوا معاكي كده. تقطعي بقى، عايزه تقطعيه كبير تطلعيه صغير، تقطعي صغير تقطعي طويل، ده حسب رغبتك انتي. ودرجه ندخله بقى بعد ما نقطعه كله تروحي مدخلاه على درجه حراره. البسكوت يا جماعه ما بتخمرش، هندخله على طول نقطعه وندخله على فرن البوتاجاز على طول. هندخله بقى على درجه حراره 180. تمام. تحس ان هي احمرت من تحت، عايزه تديها بقى وش ايه، تخلي الوش يبقى ذهبي كده، تولعي عليها الشوايه من فوق اهو، وتروحي مطلعاه على طول، يبقى جاهز معاكي احلى بسكوت عيد. امشي بالطريقه بتاعتي دي. لفي يا جنى اهو. هيطلع معاكي احلى بسكوت عيد ان شاء الله، ناجح وجميل ونتيجته هتبهرك خالص، وهيشرفك قدام جوزك، تدي لوالدتك، تدي لحماتك. هيبقى بسم الله ما شاء الله على طعمه، هيعجبك خالص بالطريقه دي. هنعمل كل الكميه معايا بالطريقه ديت وادخله الفرن وارجع اوريهولكم.
نتقابل بقى بعد ايه؟ بعد وادي شكل البسكوت الجميل بتاعي بعد ما طلع من الفرن. بصي يا بنات، بكيلو دقيق عملنا قد ايه ما شاء الله، ولسه في كمان صينيه كبيره من دي لسه في الفرن بتاعنا. ويا رب النهارده يكون طريقتي في البسكوت عجبتكم. امشي بمقاديري بنفس المقادير بتاعتي ونفس خطواتي، هيطلع معاكي بالجمال. بصوا الجمال والحلاوه وناعم، وبصوا مقرمش وناعم، والبسكوته طالعه بسم الله ما شاء الله جميله ازاي اهو. بصوا الجمال والحلاوه. امشي بنفس مقاديري ونفس خطواتي، هيطلع معاكي بسم الله ما شاء الله زي كده. ولو عجبك الفيديو بقى ما تنسينيش في اللايك والاشتراك في القناه. اشوفكم ان شاء الله